السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وربنا يا رب يعود الايام عليكم بخير. اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا كده نحضر فطار سهل وسريع ان شاء الله يعجبكم وتستفيدوا منه. هنعمل النهاردة طاجن لحمة بالبصل، طعمه تحفة بجد. اول حاجة كده حطيت معلقتين سمنة على النار، سبتهم سخنوا ونزلت عليهم بمعلقة سكر، كرملت السكر كده مع السمنة، وبعدين نزلت بقطع اللحمة ديت انا مقطعاها قطع صغيرة، لا هي كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. معايا كمية بصل حلوة. كل ما تكتري البصل في طاجن اللحمة دوت بيبقى طعمه حلو جدا. هشوح كده البصل مع اللحمة، وحطيت كده 2 فلفل اخضر اللي هو الحامي، وحطيت كمان ورقتين لورا، وحطيت معلقة توم، وبحط التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وكمون فقط لا غير. وهنزل عليهم كده بمية بتغلي من الكتل، وهسيب بقى اللحمة ديت تستوي مع المية ديت وتشرب المية اللي فيها. تمام. هغطيها بقى، هكمرها وهدي عليها النار وهسيبها تستوي براحتها. بعدين دخلتها بقى الفرن، حطيتها في طاجن، ولعت لها الفرن من فوق ومن تحت ودخلتها الفرن، وطلعت بالجميل ده. اخدت كده لون واتشمعت كده في الفرن، وبعدين خرجتها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها حلو جدا وريحتها حلوة وطعمها تحفة بجد. جربوها ان شاء الله باذن الله تعجبكم. تعالوا نعمل مع بعض كده احلى قطايف ممكن تعمليها. معايا هنا القطايف بتاعتي. هجهز اول حاجة كده السيرب بتاعي او الشربات اللي انا هسقي بيه القطايف. معايا 2 كوباية من السكر، عليهم 2.5 كوباية من المية. هرفع كل الحاجات ديت على النار. اول ما تغلي هنزل عليهم بنص ليمونة. عندك ملح ليمون حطي كده ربع معلقة. الحشوة بتاعتي بقى ده عجوة عليها جوز هند مبشور، بجيب كده حتة منها بحطها في قلب القطايف، ونبتدي نقفل كده عليها كويس جدا ونضغط عليها علشان خاطر ما تفكش مننا واحنا بنحمرها في الزيت. تمام كده. وبحطهم كده بفردهم كده في طبق علشان خاطر ما يعجنش مني. بالشكل ده. خلصت هنا الكمية كلها. تعالوا بقى نحمرها في الزيت. معايا طاسة كده حطيت فيها زيت يكون غزير، وسخنت طبعا الزيت جدا، وبعدين هديت النار ونزلت بقى بالقطايف وبقلبها. اول ما تاخد اللون الجولد الجميل دوت بخرجها كده على مصفى علشان خاطر ما تشربش زيت. بصفيها كويس جدا من الزيت وخرجها في المصفى برضو تخرج الزيت الزيادة اللي فيها. وبعدين طبعا الشربات بتاعي لازم يكون بارد والقطايف سخنة. هنزل كده بالشربات دقيقة واحدة، وبعدين بخرجها برضو على مصفى تتصفى، وبتبقى بالشكل الجميل ده. شايفين التفاصيل بتاعتها؟ شكلها بجد تحفة. حضرنا هنا العصير بتاعنا، عملنا فيمتو والتمر اللي احنا هنفطر عليه، وكمان القطايف. ان شاء الله ابقى اعمل معاكم الفيمتو ده في فيديو، بيبقى طريقته حلوة جدا. وده شكل الفطار بتاعنا. دي اللحمة، عملنا جنبيها رز معمر، طاجن كده رز معمر عملته معاكم قبل كده. ودي سمبوسة، حمرنا شوية سمبوسة، وكمان قلاش باللحمة المفرومة. كده شكل الاكل بتاعنا. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. يا رب يكون عجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو متنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. اشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله، مع السلامة.